طب خلونا بنروح معاكم وزيارة رئيس الوزراء. كان في زيارة لمحافظة السويس تفقد فيها عدد من المشروعات التنموية والخدمية. وفي إطار الزيارة دي طبعا افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس، وكان جولة هناك بصحبة طبعا عدد من الوزراء مع السيد رئيس الوزراء، وتفقد مشروع المجمع الطبي الشامل بحي فيصل بمدينة السويس، وده بيعتبر عد أحد المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان ضمن المبادرة الرئاسية للتأمين الصحي الشامل. خلونا بينضم معنا الأستاذ عمرو غنيمة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. برحب بيك أستاذ عمرو، أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بيك، مساء الفل، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني طبعا من الزيارات المهمه جدا زياره رئيس الوزراء، ويمكن طبعا احنا عارفين ان رئيس الوزراء حريص كل الحرص على الزيارات مش هنقول المستمره، لكن هي متباعده شويه، لكن لمحافظه السويس بشكل كبير، وافتتاح عدد من المشروعات التنمويه والخدميه على ارض مدينه محافظه السويس. فيا ريت تدينا تفاصيل عن هذه الزياره وشملت ايه، وعدد من الافتتاحات لمشروعات كثيره جدا. اتفضل. في الزيارة دي ليها أبعاد غير الخطوات بتاعتها التانية أو البرنامج بتاعها. دي يعتبر ثالث زيارة أو رابع زيارة للدكتور مصطفى مدبولي للسويس. فعلا. أكد على حاجتين مهمين. والحكومة جاية للسويس عشان السويس يكونوا راضيين، وإن أنا ببحث عن حياة كريمة للسويسة وما يجدوه من تطوير للمدينة ومحافظة السويس. وده اللي السويسة كانوا بيستنوه من حكومات كتيرة، إن السويس تبقى معروف قد إيه هي على الخريطة، على خريطة الاهتمام الحكومي وعلى خريطة الاقتصاد القومي. الخطوة الثانية إن هو قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى توجيه للحكومة بان تكون السويس ترشد ضمن حياه كريمه، وخصوصا في قطاعها الريفي اللي كان مهمل فتره طويله او ما كانش بياخد حظه من الدعم الحكومي في الفتره اللي فاتت، باعتبار ان السويس مدينه حضاريه. الاثنين دول كان اهم حاجه قالوا الدكتور مصطفى مدبولي. الحاجه الثالثه ان هو استمع في بدايه للنواب، خطوه كويسه. يعني ايه نواب؟ يعني ممثلين الشعب، يعني اللي بيأكد الخطوتين او العنوانين اللي انا قلتهم. وبالتالي السيد رئيس الهيئه السويس طرح عده اطروحات، منها ان هو طلب ان الحكومه تقلل قيمه تقنين الاراضي وتوسع الزمن، الفتره الزمنيه للتقسيط لاكثر من 5 سنوات حتى يستفيد المواطن، وتستفيد الحكومه ان المواطن يقدر يسدد في ظل الظروف الاقتصاديه. قال لي النائب حافظ ابو شوشه بعد اللقاء، وقال لي ان زمايله النواب سواء الدكتور سيد عبده وسيد الكرماوي وعطاف زهران وقعوا على هذه الطالب الاساسيه لجماهير السويس في حاجات كثيره، بس عشان وقتي. لا اتفضل، لا معاك. ثاني حاجه ان هو بدا زياراته بافتتاح 3 مشروعات قويه، منها مجمع هيئه قضايا الدوله، وده بيمثل حاجه كبيره لمنطقه القناه وسينا حقيقه، ومبنى على مستوى عالي جدا. الحقيقه هيبقى طفره كبيره في الطلبات اللي بتحتاجها المواطنين والهيئات من الدوله وسرعه البث فيها. كمان ظهر وكان معاه عده وزراء، كان منهم في مقدمتهم طبعا وزير الصحه والدكتور هشام عنا وزير التنميه المحليه ووزير النقل ووزير الصحه ووزير التعليم العالي وعده وزراء كانوا في ووزير الاسكان. طبعا وزير الاسكان ده هيبقى ليه اهتمام كبير جدا من السويس، لان عشان السويس الجديده في الخطوات اللي جايه. يعني انا متوقع ان مدبولي شبه هيبقى ليه مكتب شبه دائم ما بين السويس وما بين العاصمه الاداريه، لان اللي انا شفته وسمعته من خلال الوزراء وخلال الزياره ان السويس مقبله على ان تكون احد القاطرات الهامه لاقتصاد القوم.
هي كانتش هي اقرب المحافظات للعاصمه الاداريه هي. بالظبط، لكن كمان اقرب لاقامه المشروعات القوميه الكبرى اللي بتدي عائد عاجل، زي كمان من مؤتمر المناخ. في اوكي اوريدي دلوقتي تم الاعداد لمحطه تموين سفن عشان منظمه الملاحه العالميه هتلزم السفن العالميه بالطاقه الخضراء، وبدا بالفعل محطه للطاقه الخضراء الى جانب محطه البنزين، محطه تموين السفن، لان بيمر عندك 18,000 سفينه سنويا متوسط في السنه. طبعا محافظة السويس يعني نقدر نقول مش هنطلق عليها محافظة مثلا صناعية، لا ده يعني تمتلك الكثير من المقومات في كل المجالات، سواء بقى محافظة سياحية صناعية، يعني بتمتلك الكثير. انت جبت المهم، يعني جبت الخط الرئيسي فعلا، ولذلك لما الحكومة بتيجي بتهتم كل حاجة، كل ملف هتلاقي السويس مشتركة فيه. الإصدار المجمع الطبي شامل، المجمع الطبي في 24 أكتوبر، الدكتور اسماعيل فتني طالع النهارده بيلف عشان التطعيم ضد شلل الاطفال. الحمله هو سعيد بايه؟ ان الحكومه بتدعم المجال بتاع مجال الصحه في 29 مركز طبي بضم منظومه التامين الصحي الشامل. اصر الدكتور مصطفى مدبولي ان يعمل مؤتمر صحفي فيه جوه المجمع الطبي بتاع 24 اكتوبر. ده صرح بقى كبير. صرح متميز شايفينه. بالظبط، ساب العربيات بقى في الاماكن اللي هي قريبه من بعض، وبقى يروح على رجله، يعني راح مساكن اللب على رجله، راح المنطقه بتاعت افتتاح مجمع الهيئه الدوله. هي مساكن اللوكس والغريب دي مساكن جديده؟ لا، دي يعتبر من احدى المساكن الشعبيه في محافظه السويس. ايه اللي حصل لها تطوير؟ بطولات كتيره جدا. دي اتعمل تطوير طلاب وتغيير البنيه الاساسيه بتاعتها، زي الميه والصرف الصحي وشبكه الغاز وكل ده. يعني مش عمليه واجهه ظهرت، لكن اهالي الشقق دي اتعمل 17 مدينه زيها، زي مساكن اللوكس في الغريب. 17 مدينه في السويس، ورئيس الوزراء قال ان ال 18 مدينه الاخرى هيتم برضه بنفس الطريقه، رفع كفاءتها وطلاقها وحياه كريمه فعلا لكل مواطن. بنتكلم في ال 35 مدينه سكنيه دي، يعني تقريبا 70,000 شقه. يعني مساكن اللوكس والغريب دول بيعتبروا ضمن مبادره حياه كريمه اللي تم تطويرهم من ضمن المبادره؟ لا. حياه كريمه هتبقى موجهه لسه هتبدا فين؟ حي الجناين بدأ ب 35 مليون جنيه تقريبا في شبكة الصرف الصحي في إحدى مناطقها. وراح زار كمان أحدث يمكن هيبقى مستشفى طب رياضي، راح امبارح زاره، وفي مدخل استاد السويس الجديد السويس عارفينه. وكمان راح زار لتنفيذ مدينة الشبابية العالمية، مطرح بيوت الشباب بتاع زمان اللي قدام قرية الحجاجة، بس السويس الموقع فين. طيب استاذ عمرو، خلينا نتكلم عن يعني اللي طلبوا النواب. طبعا يعني طلبوا ايه الطلبات اللي ممكن يكونوا طلبوها في لقائهم طبعا مع رئيس الوزراء بحضور عدد طبعا من الوزراء؟ هو كان معاهم كمان المحافظ طبعا له عبد المجيد والسياسيين في التنفيذيين في المحافظه. عايز اقول لك كل رئيس حي كان موجود، وهو قاعد يتجول في مدينه اللوكس ومدينه الغريب ومدينه التوفيق. وراح على فكره قبل ما انسى عشان ارجع لك تاني لموضوع النواب، راح طريق السويس السخنه. السويس السخنه الناس كانت عارفه الفتره اللي فاتت ده بيدل على ايه؟ ان كل لما بيجي وبيلاقي حاجه الجماهير عايزاها او تعبانه منها بيروحها. اللي فاتت هفكر الناس بايه؟ لما المحافظ واخده بيشرح له ان عايز يشرف شوارع السلام، راح قال له لا اروح اشوف، فراح شاف، فابتدى يعتمد. رائع. مجمع المحاكم ده على اعلى مستوى، احنا شايفينه في الصوره قدامنا، حاجه مبهره يعني، بجانب طبعا الصرح الطبي كمان اللي تم افتتاحه. طبعا، فعشان كده امبارح ده راح ظاهر ايه؟ لان يوميا في ما لا يقل عن 50,000 واحد بيستخدموا طريق السويس السخنه، اللي رايحين مصانعهم واللي رايحين السخنه واللي رايحين الادبيه. فراح شاف وطلب من الحكومه سرعه تنفيذه، لان احد مطالب النواب اللي انا بحكي عليه بقى دي كان احد مطالب النواب الاسراع في طريق السويس السخنه. اعتقد الزياره امبارح كانت مفيده جدا،
وكانت هو كمان كانت ده طلب ريحة قومي، ده طلب طبعا قومي. مش بالظبط على قد بالظبط. ما اهل السويس بس، ده طلب قومي لكل الزائرين للمكان السياحي الرائع. طبعا العين السخنة التابعة لمحافظة السويس، فده طلب قومي اكيد يعني، وكل الزوار من خارج مصر اكيد يعني. تمام استاذ عمرو، ايه تاني يعني اللي دار النقاش برضه، او ايه حول ايه؟ مدينة في برضو كان فيها خدت برضو حيز كبير من الزيارة. كمان البرامج بتاعة المركز التكنولوجي طبعا بدأ بيه، لأن المحافظ اللي هو نجيب صقر كان سعيد إن هو بيعمل واجهة للسويس، إن أي حد زائد السويس هي دي محافظته العنوان بتاعه. فكان كمان ايه بقى، مش الواجهه وبس، لا ده كمان مركز تكنولوجي في اطار ان الحكومه رايحه للرقميه والرقمنه في سرعه تنفيذ مطالب الجماهير. وافتتحوا امبارح واجهه يعني جدا تاريخيه في محافظه السويس. زيارة مثمرة ورائعة. أشكرك جدا أستاذ عمرو غنيمة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. هي بالفعل زيارة مثمرة، وكل شوية يعني على فترات كده بيقوم بيها طبعا رئيس الوزراء، ودائما حريص